ما الذي يباح للخاطب عند النظر إلى مخطوبته؟ المسألة هذه فيها 3 أقوال للفقهاء. جمهور الفقهاء يرون أن الذي يباح له الوجه والكفان. الوجه والكفان. الوجه يستدل به على جمالها، والكفان على نعومتها. واضح إن شاء الله. والقول الثاني أنه ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، ومن جملة ما ينظر إليه الشعر. وهذا قول عند الحنابلة. وقول ثالث قول الظاهرية فيه شيء من التوسع، لكن الجمهور على النظر إلى المخطوبة فقط، إلى الوجه واليدين. ولكن ينظر إذا كان هو عازم، أن بعض الناس ما يقبل النظر، يقول خل أمك تجي أختك تراها، أما ندخل بنت عليك ممنوع. هذا عندنا محظور من محظورات الخطبة، الدخول على المخطوبة. يجيبون لك مكرتنا، أنت تدخل عليها، وأيضا ربما أنت ما تعجبها، ما هي فقط هي ما تعجبك، قد أنت أيضا هي ما ترتاح لك. فلا يغصب أحد، لأن هذه عشرة تكون فيها ديمومة، فيها استمرار. فلا تكره الفتاة على التزوج برجل لا تريده، ولا يفرض على الولد أن يتزوج أو الشاب أن يتزوج ببنت لا يريده، ألا لابد بنت خالتك، بنت عمك، بنت زيد، بنت عبيد، لابد تتزوجها، ولا وجه من وجهك حرام. هذا ما يصلح، ما يعتمد. بعض الأدخال ما في نفس. عرفتم الآن؟ فحصل الطلاق والفراق. فزين النظر. النبي لما خطب أحد الصحابة قال اذهب فانظر إليها. قال ولما؟ قال فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني صغر في عيون الأنصار. والمرأة تنكح مالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين. الإمام أحمد قال يسأل عن جمالها قبل دينها، وقال يسأل عن الدين، لأنه لو ردها بالدين بيعاب عليه. لو ردها بالدين بيعاب عليه. شاف الجمال قال ما شاء الله خير إلى خير، طلعت جميلة وأيضا مستقيمة. واضح إن شاء الله. لأن بعض الناس بغى جمال أيضا، أبغاها هكذا، ما أبغاها حامضة. لابد يكون واحدة يعني تملأ عينه، وهذا من حق الرجل، من حق الرجل. ما واحد شايب مرة ذيك الأيام يطالع التلفزيون، أيام المسلسلات المصرية ذيك الأيام في الثمانينات، وبعدين ظهرت واحدة فنانة اسمها صابرين، فنانة جميلة. عرفت الشيبة ذا عجبته البنية ذي، قال من ذحين هذه البنية؟ قالوا له هذه اسمها صابرين. قال والله نحن الصابرين. ايه نعم، قال نحن الصابرين. حتى الشيبان بعض الأحيان يعني قليل كذا القلب عادي يحن فوق أم العيال يعني. ايه نعم.